لو عايزة احول اي اكلة من عادية لحرشة، دايما اعمل مخلل البصل والطماطم جنبها، وتقريبا ممكن اعملهم كل يوم لان قد ايه سهلين ودايما مكوناتهم موجودة في البيت. هتحسوا بطعم خفيف للبصل، الغالب عليه ان هو مسكر وما بيسيبش ابدا اي ريحة مزعجة بعد الاكل. هستخدم 2 من البصل الاحمر، وكل ما كان البصل طازه كل ما كان احسن. قطعت البصل شرايح وهفركه بايدي عشان كله يسيب بعضه. استخدموا برطمان ازاز واكيد هيكون نظيف ومتعقم. احط فيه كل كميه البصل وهحضر الكميه دي. كوبايه ميه سخنه معاها معلقه كبيره من السكر، ربع معلقه من الملح، ونص كوبايه من الخل الابيض، وده الاساس. دي بقى المنكهات: ورق غار مع كزبره وفلفل اسود حصى اللي هو يعني قبل ما يتطحن. ولو ما عندكوش استغنوا عنها. هقلب المحلول كويس قوي وهضيفه على البصل. هقفل البرطمان كويس وهسيبه قبل الاكل تقريبا 3 ساعات وبعدين اقدمه. نيجي بقى لمخلل الطماطم اللي دايما بتلاقوه جنب المشويات. قطعوا الطماطم زي ما تحبوا، بس انا بحب اقطعها مكعبات كبيره. المهم استخدموا طماطم تكون جامده، يعني اللي بتاخدوها للسلطه مش للصلصه، ودي مهمه قوي. هتبل بملح وكمون كزبره ناشفه وشطه، وهضيف كمان عليها فلفل حار، وده طبعا اختياري. وده حجم فصين الثوم اللي انا استخدمتهم، مع رشه بقدونس كبيره، وغرقوها زيت زيتون مع معلقه واحده بس من الخل. المهم انكم تقلبوها كويس قوي عشان كل حاجه تتعرف على بعضها، وانقلوها في برطمان او علبه. عصره ليمون كبيره قوي، وخلوها تستنى قبل الاكل بساعه وكده تبقى جاهزه. ممكن تقدموهم جنب المشاوي، شوربه العدس، الفول والطعميه، الاسماك، زي ما تحبوا. بجد لازم تجربوها.